والله انا زيك يا زميلي كده، سمعت ان ابو يوسف نزل تراك جديد، وده عن طريق التيك توك برضه، وبيج اسمها راب اورتيجا تقريبا، او راب مش يعني حابب اقول لها للبيج دي عاش والله على المجهود اللي انتوا بتبذلوه، والناس دي بتنشر تراكات كتير قوي في اليوم. يعني انا بشوف لهم فيديوهات في التايم لاين عندي على التيك توك اكتر ما بشوف لاي حد تاني، فحرفيا عاش للناس دي بصراحه على مجهودها اللي بيتبذل على التيك توك، لان من غيرهم انا ما كنتش اعرف ان ابو يوسف منزل تراك. فدي حته كده شوت اوت كده في الاول، حابب اقول لهم بجد والله عاش على المجهود. ثانيا بقى احنا ندخل نشوف، يعني احنا هندخل بقى نشوف التراك، يعني ابو يوسف بيغفلني وبينزل تراكاته في عند واحد تاني. فلايكك شيرك سبسكرايبك، الحاجات الحلوه دي انا بحبها فشخ، لك ان تتخيل انا بعشقها قد مش قادر اوصف لك. مبدئيا كده يا زميلي، التراك اسمه 1M، المفروض بترمز ل1 مليون، اللي هو المفروض يا اما فلوس يا اما فيوز، بس تقريبا بترمز يعني للفيوز، ك1 مليون فيو على التراك ده مثلا، اللي هو عشان ابو يوسف وعمر جنجستر نازلين فيه. وبصراحه ما اكدبش عليك انا اتفائلت فشخ لما لقيت ان البروديوسر عمر جنجستر، لان عمر جنجستر انا لسه متكلم عنه، يعني انا عرفته ايوه في وقت متاخر، بس الراجل ده وقت حتى ما عرفته يعني لقيته بيعمل بيتات جامده فشخ، مهما كان التراك او مهما كان الرابر اللي بيغني على البيت ده وحش او بيأدي ليركس اللي هي ضعيفه بمعنى اصح، فانت مش هتحس بيها من قوه البيت بتاع عمر جنجستر. بمعنى اصح عمر جنجستر مهما كان الارتست اللي بيغني على البيت بتاعه واقع، عمر جنجستر هيخليه بالبيت بتاعه جامد فشخ. فعشان كده بصراحه انا متفائل للتراك جدا وبدون اي هري ورغي كتير. طبعا عمر جنجستر، ابو يوسف، 1M و1 مليون، فندخل نسمع، وانا متشوق بصراحه يعني، والتراك قدامي قليل، فيعني والله لا يا جدعان والله العظيم انا ما اعرفش انتوا بتعملوا فينا كده يعني بجد والله، يعني انا مش عارف الثانيه واقفه عليكم بكام، يعني ما تعملوا تراك 5 دقايق 7 دقايق، يعني زي ابو الانوار كده في اخر بيف، يعني هو كان واخد اجازه، كان عامل ديس 7 دقايق 41 ثانيه، فده كان واخد اجازه فيها ايه، احنا لما تاخدوا اجازه زيه وتعملوا تراك زي كده طويل، وخصوصا لو من عمر جنجستر وابو يوسف، فيعني عاش فشخ يعني احنا هنسمع. بص تعال بقى نسمع عشان انا عايز ابص. يا اسطى انا حاجه في قمه الثقافه، انتوا فنيا كلكم في المؤخره زي شطافه، كل ما بمسك نفسي ايدي بتسخن، وما بشوفش فيكوا غير بس تربيتي الوسخه. عارف انت الهح دي، في هح كده بعد ما تسمع اي تراك لابو يوسف، لان ابو يوسف دايما بيقدم لك الحاجه اللي فوق توقعاتك، انت مستنيه يعمل حاجه مختلفه، او مش يعمل حاجه مختلفه، قصدي على اللي بيقدموه دلوقتي مروان بابلو او عفروتو او الناس دي، لا مش قصدي يعني، انت متخيل مستوى من القوه. ابو يوسف دايما بيعلي فوق المستوى اللي انت مستنيه من القوه ده، يعني دايما هيفاجئك بقوه اكبر، فعاش انا مبسوط. فلقتوا الهنيدي يا ريت قصروا جواكت فارو بلبسها من وانت جارو. بجد يا جدعان عمر جنجستر عامل جو كده في التراك والله العظيم رهيب، يعني الراجل ده انا بقول لك، انا اول حاجه بس سمعتها له كان تراك كلامنجي الباتستوتا، كان هو اللي عامل البيت بتاعه. التراك ده بصراحه كان مودي التراك في حته تانية خالص، انا اول مره اسمع باتستوتا شرس جدا على البيت بالطريقه اللي انا سمعت بيها دي من ايام عزبة عوالم، ده بصراحه يعني ده بكل صراحه، من بعد عزبة عوالم انا ما سمعتش باتستوتا قوي او شرس على البيت زي ما سمعته في تراك كلامنجي اللي كان من انتاج عمر جنجستر. يعني انا بصراحه بالنسبه لي انا شايف عمر جنجستر عامل تقريبا مش عايز اقل من قيمه ابو يوسف برضو على البيت، بس يعني عامل بقيمه 60 او 70% من قوه التراك نفسه في التراك، يعني الراجل ده عامل بيت جبار يعني والله جامد فشخ. يا اسطى النفوخ عليه مصروف، جواكت صوف بلبسها من وانت خروف، جواكت فارو بلبسها من وانت جارو. بيو حلوه حلوه بصراحه، حلوه يعني عجباني. بص انا اي حاجه بتطلع من بق ابو يوسف فحه، انت خدت بالك بلغه انا بتبقى عجباني انا لا مؤاخذه يعني ان انا يعني قلت حاجه مقرفه بس انا مش لاقي تشبيه اقول لك ان اي حاجه ابو يوسف يعملها في الراب سين عامه بتبقى جامده فشخ، فانا مش لاقي مصطلح، فانا اسف ان انا قلت لك مصطلحين زي كده. بس شايف يا اسطى الجمال، شايف اسطى ويجز ازاي بيتنكش، يعني بيتنكش كده بكل لذاذه، يعني حتى لو ويجز سمع حاجه زي كده وهو بينكشه فعلا، يعني هو لو طلع بينكشه فعلا، ف يعني ويجز هيكون مبسوط انك شايد الويجز، يعني حاسسها قوي ريحتها حلوه، انت فاهم طعمتها حلوه قوي، يعني اللي هو ابو يوسف نكشني ويضحك، انت فاهم مش اللي هو يتضايق، فنكشايه بان عليها حلوه، اللي هو الدماغ النافوخ ده عليه مصروف، بلبس زواكت من مش عارف اخروف، انت فاهم يا
والله حلو قوي يعني، عجباني بصراحه، انا متكيف قوي من البارين دول. كمل ونشوف. غرز بكيفها بس بارد بكرفها، بكح على البيت فايرال مش لازم اثبت لك. الكحه دي لوحدها بقمها. بيكح على البيت، الكحه لوحده بتفيرل التراك، وبعد كده بيكح فعلا. ابو يوسف بيكح فعلا في المايك، وبعد كده بعد كده بيذكر لك بقى اسم التراك اللي هو 1 ام، اللي هو الكحه دي بمليون فيو او بمليون افضل، لانها كحه مش اي واحد عادي، ده كحه امينيم العرب. انا كنت عايز افخم او كنت حابب اضخم في المصطلح اللي انا قلته، بس تقريبا بهوأ مني. انا اسف، بس قصدي ان اقول حق ابو يوسف حاجه كبيره بس يعني. نكمل ونشوف يا اسماعيل عشان انا بصراحه مستمتع. مفيش فيكو رابر واحد حتى يستحق الشرف انه يوطي مكان ضوافر رجل ابي ويقصاه. في حاجه تانية هنا انا عايز اعلق عليها، في حته كده في صوت ظهر مع ابو يوسف، بس حتى مش سامع منه اي حاجه يعني. انت فاهم؟ يعني حاجه بسيطه قوي يعني. فمش عارف اذا كان ده مثلا هم اتفقوا على ان هياخدوا التيك ده، مع ان التيك ده كان في ناس بتزعق وراه او في ناس بتتكلم وراه، فصوتهم ظهر معاه في المايك ولا ايه، علشان ما كانش فيه تيك احسن من كده مثلا. فده اولا. ثانيا انا مش عارف اجيب لك ثانيا دي ازاي بصراحه، بس يعني الراجل ده مش شايف الناس اللي بتراب تصلح للراب، لا بالعكس يعني. هو ما قربش من الجنب ده، لانه اصلا مش شايفهم انهم يصلحوا يقصوا ضوافر رجله. حاجه بار كده، انت لو فكرت فيه وانت قاعد بتاكل ممكن ترجع يعني. حاجه زي كده انا مش عارف الراجل ده باصص له من انهي اتجاه. وبصراحه جيت الحق حق، انا شايف ان ابو يوسف بصراحه بسبب اللي بيقدمه في حقه يعمل اللي هو عايزه، لان هو اللي حاليا مازال بيقدم الراب فعلا بحذافيره زي ما الكتاب بيقول. من ناحيه باقي الارتست، ومش قصدي على حد معين، من ناحيه باقي الارتست يعني انت بتدور في تراكاته، انت حرفيا بتدور في تراكه، بيكون تراك 3 دقائق او 4 دقائق او حتى دقيقتين، انت بتدور فيه على بار او بارين تشاور عليهم وتقول ده راب. اخيرا سمعت رابر بيراب. انت يعني ده مجرد بار، انت بتبحث بس عن بار في تراكات. تتخيل بقى ابو يوسف بيجي لك في كل تراك بيعللك في القوه بتاعت، مش بدون هري كتير. احنا نكمل ونشوف. كش مالك طاير طابيه، ادوس عليك تزعجني زي ازازه ميه فاضيه، البيت اوثنتيك سبلايس نون بسيتك زي رايس جام. انا ما اعرفش مين رايس جام ده، ما اكدبش عليك، انا ما اعرفش مين رايس جام. انت تعرف لي مين رايس جام؟ تنزل تكتبوا لي تحت في الكومنتات، لان انا ما عنديش فكره بصراحه مين رايس جام ده. يعني انا عارف ان ابو يوسف هيستخدم مصطلحات وهيستخدم تشبيهات وهيستخدم حاجات كتير قوي هتلف في دماغي وهتخليني ادخل ابحث. مش محتاج افرط نفسي بسبب تراك، انا مش عايز افرط نفسي انا. فانا مش عارف مين رايس جام ده بصراحه. فكش مالك دي حلوه قوي البرده بتاع اللي هو ادوس عليك تزعجني زي ازازه الميه الفاضيه. انت طبعا اكيد عارف صوت الازازه الفاضيه لما تيجي تدوس عليها. مش مهم. فبس يا زميلي يعني لعند كده احنا خلصنا الفيديو كده اصلا التراك دقيقتين، وابو يوسف كده في الاخر يعني انا لقيته بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني مش عارف اذا كان كسل ولا كان لسه صاحي من النوم ما كانش فايق يكتب، مش عارف ايه اللي حصل يعني بمعنى اصح، عشان يستخدم اخر شويه في التراك اللي هو اصلا التراك قليل، يعني التراك مدته قليله، يستخدم اخر بارات من تراك بيرسونا. يعني جاب كده شويه بارات من تراك بيرسونا وقالهم على نفس التراك، مش عارف يعني جت معاه ازاي. فيعني لعند كده يا زميلي احنا خلصنا الفيديو. وبكل امانه التراك ده حلو فشخ، وحابب اقول عاش جدا لعمر جنجستر. عمر جنجستر يا جدعان بيقدم عظمه بالمعنى الحرفي، عظمه. وطبعا مش هتكلم عن ابو يوسف لان يعني مش هتكلم عنه، كفايه ان هو الوحيد، اللي انا شايفه حاليا بيقدم راب وسط ناس قليله جدا حرفيا تعدوا على الصواب. فبس يعني لايك شير سبسكرايب، الحاجات الحلوه دي بحبها منك فشخ، اتمنى انك تعملها، اتمنى من كل قلبي انك تعملها. انت لو عملت شير قول تحت في الكومنتات ابعت لك نودز بليز. الدنيا حر والله العظيم، وحاجه يا الله العظيم الحقونا يا ناس بنسيح.